حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده جايه بقى اعمل لكم برجر سريع وحلو قوي، تشيز برجر بطريقه سهله قوي. تعالوا نشوف المكونات والطريقه ازاي. المكونات اللي معايا لحمه مفرومه 10% فات، وطماطم وبصل وخيار مخلل وخس وشرايح جبنه وعيش البرجر. وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. حاجه استخدم اللحمه. اول حاجه هتبل اللحمه، هتبلها بس بملح وفلفل. البرجر مش محتاج توابل كتير، ان احنا بنحط له كاتشب ومايونيز. هنيجي نقلب بقى اللحمه مع الملح والفلفل. خلصتها، هاجي اشكلها بقى. هنشكلها معايا بتاعه البرجر. كده عملته، اسهل من كده مفيش. هاجي احطه بقى على الجريل على طول. دلوقتي هبتدي اعمل واحده واحده. الجريل اللي سخنته اهو معايا، طالع بالطريقه دي الحجم ده. بيكون معايا جريل سخن، احطه على الجريل واعمل واحده كمان. باخد جزء كده بالطريقه دي كده، هظبطها بالشكل ده. يبقى كده خلصنا طريقه تشكيل البرجر. حطيت بس حته زبده صغيره عشان احمر فيها العيش. العيش ده حلو قوي برجر. كده وانا بسوي البرجر بحمص العيش كمان معاه. الريحه البرجر في البيت تجنن. شوف، بحط الجبنه، احط رشه بس فلفل كده، رشه ملح، وهاجي اجيب الجبنه يامي على الريحه. العيش كده كمان خلاص اتحمص التحميصه اللي انا عاوزاها دي. نجهز بقى الساندوتش. نحط معلقه مايونيز في الاول كده، بعد كده معلقه كاتشب. يبقى طعمه حلو قوي. حطيت المايونيز والكاتشب الاول. هاجي اطلع بقى البرجر، خلاص طفي عليه. طالع روعه حكايه. بعد كده اجي اجيب الخيار المخلل، ارصصه كده. احط البصل بالطريقه دي، وبعدين الطماطم، وهاجي احط الخس عليه بقى اخر حاجه. احلى سندوتش برجر هتاكلوه. كده انا خلصت البرجر، كان بطريقه سهله قوي، ما خدش مني وقت. طلع السندوتشات دي حكايه. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش اشتركوا في القناه واعملوا لايك وشير، وبالهنا والشفا.